بيبدأ الفيلم في طيارة مع فريق عمليات قوات خاصة صيني، وعندهم مهمة إنقاذ موظفين نفط محبوسين بعد ما تهاجموا من عصابة مرتزقة. وبنشوف بطلنا اللي هو قائد الفريق في الطيارة ماسك صورة لمراته وبنته، ولما بيقربوا ينزلوا بيحطها في جيبه، ولما بينزلوا بيقابلوا بروفيسور تشينج رئيس مصنع النفط، وبيركبوا معاه العربية وبيقول له إنهم محاصرين بقالهم أسبوعين وكل يومين بيتهاجموا من عصابات مرتزقة عشان يستولوا على النفط، وإن عدد الموظفين 500 ولازم ينقلهم لمكان آمن، وبيطمنها وبيقول لها إنه هيقوم باللازم. وبعدها بنشوف واحد اسمه كريس بيقابل فريق مرتزقة وبياخد فلوس من أخوه هنري عشان يعمل له صيانة للعربية ويديله قطع غيار، ويحاول هنري يقنعه إنه ينضم ليهم، لكن سكوت بيرفض وبيحذره إنه يواجه الفريق الصيني لأنهم متدربين كويس. بيرجع كريس للقرية بتاعته وبيلعب مع طفل هناك، وبتيجي عربية من مصنع النفط وبينزل منها واحد اسمه أوين وبيحاول يصلح الأنابيب اللي بتضخ مية للقرية لكنه بيفشل. وبيقول له كريس إن القرية بتعاني بسبب السدود اللي المصنع بناها، وإن كده ممكن الأهالي تموت من العطش. وبيقول له إنه هيحاول يتكلم مع الإدارة لكن لازم يدبر 100,000 دولار عشان يدفعهم رشاوي. بعدها المجموعة التانية بتهاجم الأتوبيس رقم 11 وبيحاولوا يسيطروا عليه، لكن واحدة من الفريق الصيني بتحاول تمنعهم وبتفضل تتخانق معاهم، لكن العصابة بترميها بره الأتوبيس وكانت هتموت، لكن الأتوبيس عدى من فوقيها من غير ما تموت. ولما بيخرج لو من العاصفة الرملية بيتصدم ان في اتوبيسات خرجت من المجموعة، وبينزل على الطريق وبيجمع الفريق بتاعه وبيتصل بالطيارات عشان يرجعوا، وبيأمر المساعد بتاعه يركب الطيارة وبيطلب من بنته انها تركب معاه طيارة عشان تساعده يلاقي الاتوبيسات المفقودة لانها شغالة في الصحراء وعارفة المخابئ اللي فيها. بتضطر بنته توافق وبتركب معاه، ولما بيرجعوا للعاصفة بيلاقوا هناك جهاز محركات نفاثة وبيعرفوا ان في حد تسبب في العاصفة. ولو بيشوف عضو من الفريق على الطريق وبتقول له ان المرتزقه كانوا عاملين كمين وخطفوا الاتوبيس، وبيأمرها ترجع للفريق. ولو بيتصل بالمساعد بتاعه وبيقول له روح ناحيه الشرق وهو هيروح ناحيه الغرب، وبيفضل المساعد بتاعه يلف في الصحراء لحد ما بيشوف عربيات المرتزقه وبيقرب منهم لكنهم بيبداوا يضربوا عليه نار، وبيتصل بلو يبلغه وبيضطر يدافع عن نفسه ويضرب عليهم نار، وبينجح انه يفجر عربيه منهم، لكن كريس بيكون مع المرتزقه وبيعمل كمين للطياره وبيقف على الطريق وبيفضل يضرب عليها، وبيقول له واحد ان بيجي من دار الطياره ويضرب عليها بالمتعدد لحد ما بيفجروا الطياره. بعدها طياره لو بيلاقي الاتوبيس المخطوف وبينزل لو عشان يامنه ويلاقي واحد من رجالته مربوط، وبيقول له ان في 5 مهندسين اتخطفوا. في الوقت ده بيوصل كريس للمخبأ وبيكتشف ان هنري خدعه وبيتخانق معاه عشان يعرف مين اجرهم يخطفوا المهندسين. وبيظهر اوين وبيتفاجئ سكوت لما بيشوفه وبيعرف ان هو اللي مخطط لكل حاجه، وانه خطف البروفيسور تشينج والمهندسين لمصلحته. وبيتكلم مع اوين وبيقنعه يتعاون معاه، وبيقول له الصحراء مليانه نفط وبترول والشركه مستوليه عليها، وبيطلب منه يساعده يخلصوا من فريق له، لكن كريس بيرفض وبيقول له انه عايز يعيش في سلام مع اهل قريته. وبيركب عربيته وبيحاول هنري يقنع اخوه يفضل معاه لحد ما المهمه تخلص، لكن كريس مش بيوافق وبيقول له قابله في القريه الساعه 4 ومعاه فلوسه وبيمشي. بعدها هنري بيتكلم مع اوين وبيقول له انهم مش محتاجين اخوه في حاجه، لكن اوين بيغدر بيه وبيقتله هو وكل فريقه، وبيأمر رجالته يرموه في مخزن الاسلحه عشان اخوه يفتكر ان الصينيين هم اللي قتلوه. بنرجع لطياره لو اللي بنشوف عربيه كريس على الطريق وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيوصل للقريه، وبينزل له من الطياره وبيدخل القريه وبيلاقي كريس بيلعب مع طفل صغير وبيساله على مكان المهندسين، لكن كريس بيقول له انه مش هو اللي بيدور عليه وبيطلب منه يخرج من القريه. بتيجي الساعة 4 وهنري لسه ما جاش، بيقرر كريس يروح له وبيكون له مراقبه بيروح وراه، ولما بيوصل كريس المكان بيتصدم لما بيشوف جثة اخوه وهو ميت، وبيلاقي في جيبه شعر الفريق الصيني وبيفتكر ان هم اللي قتلوه. في الوقت ده بيدخل له بيدور عليه، لكن كريس بيظهر وبيضربه وبيسأله بيراقبه ليه، لكن لو بيدافع عن نفسه وبيضربوا بعض وبيسأله بيعمل ايه في الصحراء، لكن كريس مش بيجاوبه، وكان في عربية هتقع على جثة هنري، لكن لو بيشدها بسرعة وبيعرف ان اوين هو اللي قتل هنري. بيدخل عليهم 3 من الفرنسيين المرتزقة وبيكونوا عايزين فلوس الأسلحة من أخوه، لكن كريس ولو مش بيعرفوا يتفاهموا معاهم وبيتعاونوا. بيبدأ الفرنسيين يضربوا عليهم نار من بره، وكريس بيدافع عن نفسه هو ولو وبيرموا عليهم قنابل، ولما بيتأكدوا انهم هزموهم بيخرجوا وبيتخانقوا تاني، وبيسألوا لو مين خطف المهندسين، قال له اوين ورجالته. في
في الوقت ده اوين بيطلب من البروفيسور تشينج باسورد السيستم عشان يسرقوا النفط، لكن تشينج بترفض وبتقول له ان النفط ده ملك الدوله كلها. اوين بيتعصب وبيقتل واحد من المهندسين قدامها وبيهددها انه هيقتل ابنها، فبتنهار وبتقول له كل حاجه في شنطتها. ولما بيتبعوا موبايلها بيكتشفوا ان الشنطه في القريه، لان الشنطه مع مي بنت لو. في القريه بيكون كريس بيلعب مع الاطفال اليتامى وبيرقص معاهم، وبيعجب لو بطيبه قلبه. ولما بيخلصوا بيقعدوا مع بعض، وكريس بيحكي له ان هو واخوه كانوا شغالين مع ابوه في المهمات الخاصه، ومن سنتين جالهم مهمة عن طريق الموت وابوه رفض يقوم بالمهمة، لكن كريس ساعتها اقنعه. ولما راحوا لقوا كمين هناك وابوه مات قدام عينه، ومن ساعتها وهو حاسس بالذنب. ولو اتأثر بكلامه قال له ان موت ابوه مش ذنبه، وقرروا يتعاونوا مع بعض. بيسمعوا صوت قريب وبيعرفوا ان القرية في خطر، وبيطلب كريس من لي انها تاخد الاطفال لمكان امن. وبيطلع له على السطح وبيبدأ يضرب رجالة اوين، اما كريس فبيفضل يتخانق معاهم تحت وبيخلص على عدد كبير منهم، وبيتجمعوا الاتنين وبيتكلموا بالإشارة عشان العصابة ما تسمعهمش. لكن كريس ما بيكونش فاهم وكان هيموت، لكن لو أنقذه وبيكملوا خناق مع المرتزقة اللي بتزيد أعدادهم. وبيقرر كريس يتفاوض معاهم، لكن العصابة بتقول لهم إنهم عايزين الشنطة، وكريس بيروح يجيبها وبيقول لهم ياخدوها ويمشوا، وفعلا ده اللي بيحصل. وبتتعصب مي عليه، لكن كريس بيقول لها إن أهل القرية كانوا في خطر. بعدها بيقعدوا هما التلاتة وبتشرح لهم مي الشنطة فيها إيه، وإن فيها كلمة السر، وإنهم كده هيسرقوا أكتر من 500 طن. وبيتفق له وكريس انهم يروحوا المحطة عشان يمنعوا اكبر عملية سرقة نفط في التاريخ، وبتكون مي عايزة تروح معاهم لكن ابوها بيمنعها. في الوقت ده بيتصل اوين على الناس اللي هتشتري منه النفط، وبيكونوا جايين بالسفن بتاعتهم عشان ينقلوه. ولما بيوصل رجالته بالشنطة بيديها لتشينج عشان تشغل المحطة وتفتح الانابيب، وفعلا بتعمل، وبيبدأ النفط يتحول من المحطة للسفن من خلال الانابيب. في الوقت ده بيركب كريس ولو العربية وبيهجموا على المحطة، لكن العصابة بتقدر تضرب عليهم بالأسلحة، وبينجح كريس وبيدخل المحطة وبينزل من العربية يفضل يتخانق مع العصابة ويضرب فيهم واحد ورا التاني. ولو بيطلع على أنابيب وبيتخانق مع العصابة وهو متعلق في الجو، وبيستغربوا من سرعته وقوته ويرميهم من فوق، لكنه كان هيقع بس كريس لحقه وبيكمل ضرب في العصابة. وبيدخل كريس للمكان اللي فيه الرهاين عشان يحررهم وبيضرب الحراس، لكن بيكون عددهم كبير وبيدخل له وراه عشان يساعده. وبيدخلوا أوضة الرهاين، بس للأسف الذخيرة بتاعتهم بتخلص، وبيقرب واحد منهم بالسلاح بتاعه وبيفضل كريس يتكلم معاه عشان يلفت انتباهه، وبيلف له من وراه وبيهجم عليه وبيوقعه على الأرض، وبيطلب من كريس يسيبه ويروح ورا أوين، لكن أوين بيهرب من المكان وكريس مش بيلحقه. فجأة بتوصل مي ومعاها عربية كريس وبيركب معاها عشان يلحق أوين، وفي نفس الوقت بيحاول لو ينقذ المهندسين ويفضل يضرب العصابة وبينجح انه يهزمهم. وبنرجع لأوين اللي كريس بيطارده وبيضرب عليه نار، لكن مي بتتفادى الرصاص لحد ما ذخيرة أوين بتخلص، وبيخرج أوين من مكانه وبيدخل الصحراء وبتروح وراه مي، لكن عربياتهم بتكون قديمة وبتتقلب بيهم، وبيخرجوا منها وبيطلعوا على الطريق وبيلاقوا له وصل لهم بالعربية وبيركبوا معاه، لكنها بتكون بطيئة وبيضطر كريس يستخدم النفاثات اللي في المحرك، وبتجري العربية وبيلحقوا أوين وبيخبطوا في العربيات بتاعة النفط وبتنفجر بكل أفراد العصابة. بينجح أوين إن يهرب من الانفجار وبيقول لكريس إن هيديله نسبة من الأرباح، لكن كريس بيرفض وبيقول له إنه هينتقم منه عشان قتل أخوه. وبيخاف أوين وبيركب عربيته وبيهرب وبيجري وراه له بالعربية، وكريس بيتعلق فيها وبينجح إنه يوصل لأوين، لكن بيقابله منحدر وبينط من العربية قبل ما العربية تقع، وبيفضلوا ينادوا على كريس لكنه مش بيرد وبيفتكروه مات. وبتشوف مي صورتها هي وأمها مع أبوها وبتتأثر وبتعرف إنه بيحبهم وبتحضنه وبتسامحه. وبيظهر كريس وبيمسكهم من رجليهم وبيفرحوا لما بيشوفوه، وكريس بيعترف لمي إنه معجب بيها وعايز يتجوزها، ولو بيضحك وبيوافق. في آخر الفيلم بنشوف فريق لو بيقتحم السفن وبيقبض على بقية العصابة، وبينجح كريس ولو إنهم يصلحوا أنابيب ضخ المية للقرية، وبيفرح أهل القرية وبيوصل فريق لو وبيبلغوه إن جاله مهمة جديدة، ولو بيعرض على كريس إن ينضم ليهم وكريس بيوافق، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.